سعد تنفيذ هذه الرمية على الجانبية، نقلة لعدنان الأحمر، يخسرها بسرعة، رجعت إلى الخلف، الآن الاستماتة متواصلة، لم يتبقى الكثير هنا البينية، التدخل من الدفاع، عبد الحميد يرسل للأمام في اتجاه عدنان الأحمر، عنده الحموني يتقدم والحكم صفر خطأ. الحكم يصفر خطأ على اللاعب عدنان الأحمر، وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب المالي. تلعب الضربة الحرة، نقلة هنا من جانب اللاعب توري في منتصف الميدان، امشي على الطرف الايسر، محاولة المرور بهذا الشكل. رد بالك من جديد يا حمزة مر عليك غير معقول، مرة أخرى حمزة يمرون بسهولة على لاعب حمزة كوطون. هنا تمشي مرة أخرى إلى الجهة اليمنى، فيها خطورة مالية، فيها خطورة وإبعاد بعد ذلك. هنا تشتيت الكرات الى التماس لفائده المنتخب المالي، ضغط قوي للماليين في محاوله التسجيل قبل نهايه على مباراه. سندخل الان الوقت المحتسب بدل الضايع. تلعب هذه الجانبيه، محاوله رفع الكره، الدخول بهذه الكيفيه، هنا تغطيه بن غوزيل، نعم طه بن غوزيل يتالق في هذه الكره، طه يبعدها مباشره بعد ذلك الى الركنيه في هذه اللحظات. إذا 6 دقائق يتم احتسابها في هذه الاثناء. ستلعب هذه الركنيه هنا المرفوعه بالراس مشاهدينا. رجعت من جديد لعناصر المنتخب المالي، نقله على الطرف الايمن، برافو هنا اللاعب فؤاد الزهواني يغطي بشكل ممتاز اللقطه الماضيه. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة والمرور، علي تفوق الرائع علي طه بن غوزيل، اكتشاف هذه البطولة، حارس مميز اسمه طه بن غوزيل يتابع هذه الكرة الصعبة جدا. الماليون خطيرون جدا في اللحظات الأخيرة، تمشي ناحية الحموني مغربية في هذه اللحظات. عندك يا الأحمر يصارع من أجل هذه الكرة، يجيب ضربة حرة في هذه الأثناء، نعم يتحصل عليها لاعب المنتخب المغربي عدنان الأحمر. هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية. إذا تبقت 4-5 دقائق مشاهدينا الكرام على نهاية المباراة. إن شاء الله هذه بالراس، ولكن الدفاع يتدخل إلى التماس. نعم الرمية الجانبية لفائدة المنتخب المغربي. من يتقدم هو اللاعب فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر، هو من يحضر نفسه لتنفيذ هذه الرمية على الجانبية، تترك لمحمد الحموني. نهاية المطاف الزهواني لم يتقدم لأنه الآن لا مجال للصعود بأكبر عدد من اللاعبين. حموني يمرر الكرة بعد ذلك على الطرف الايسر، فيها ركنيه. ان شاء الله تجي لحظة الهدف من خلال هذه ركنية عبد الحميد. يلا يا عبد الحميد، هذه عندك يا عبد الحميد، الرأسية تعطينا الهدف في الوقت المحتسب بدل الضايع، وبالتالي تنهي الأمور في الوقت الأصلي. هذه ركنية يتقدم لتنفيذ هنا محمد رضوان يطلق الإشارة بينما الصراع داخل منطقة الجزاء. إذا الركنية تنفذ، محمد رضوان يطلق الإشارة، رضوان يستعد، من يتابع بعد ذلك عبد الحميد معلي، والكرة طالت مباشرة إلى الرمية الجانبية، بينما الدقيقة الآن الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية مرت هنا، لاحظ معي 3-4 لاعبين على القائمة الأول، كان ممكن استغلال هذه الكرة. إعادة مجددا، تدخل من عبد الحميد معلي لاعب نادي اتحاد طنجة لحاول استرجاع الكرة.
تمشي مباشرة إلى رمية جانبية. عموما يلعب التماس حتى الآن حقيقة أداء كبير قدمه اللاعبون وخاصة سعيد شيبة اللي حقيقة عمل أكثر من رائع في الفترة الماضية السنوات الماضية. وأنا للتو تكلمت عن الفخر بهؤلاء المدربين، هذه الكفاءات الموجودة عندنا سعيد شيبة وكذلك وليد الركراكي وهشام الدقيق اللي بالمناسبة نتمنى له الشفاء العاجل بعد أن خضع لعملية جراحية. بالشفاء العاجل إن شاء الله لهشام الدقيق، واحد من الكفاءات اللي نفخر بها على الصعيد الوطني والقاري والدولي. انطلاقة من الجهة اليسرى والكرة تتحول مباشرة إلى رمية جانبية لعناصر المنتخب المالي. تلعب هذه الجانبية. نركز يا شباب على اللحظات الأخيرة لأنه الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضايع. تصل الكرة على الجهة اليمنى، الزهواني راقب، الزهواني غطي، حموني يساند، الأحمر مرت أمامك، رجعت إلى سيمبارا، سيمبارا على الطرف الأيسر. هنا اللعبة تمريرة قصيرة، تيارو داخل منطقة الجزاء بالراس، التغطية بعد ذلك عندك يا شاكر، مرت على الشاكر لكن في حمزة كوتون بعد ذلك يتابع ديال الكرة، مرت على عدنان الأحمر. لحظات صعبة الآن يمر منها دفاع المنتخب المغربي. برافو عدنان، برافو عدنان، يخرج الكرة مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المالي في هذه اللحظات. هذه الإعادة والتدخل اللي كان موجود في الكرة الماضية، بينما تغيير الآن إذا التغيير يحدث في صفوف المنتخب المغربي. إذا هذا هو التبديل اللي حصل. المتوكل يدخل في هذه الأثناء. كرة في منتصف الميدان، المحاولة الأخيرة والثواني الأخيرة. المتوكل الذي دخل، رجعت مالية، سيمبارا، نقلة في منتصف الميدان، التحضير لسانوغو، تمشي ناحية تشيرو والدفاع يتدخل. هذه صعبة، في خطأ نعم. ضربة حرة لفائدة عن المنتخب المالي. لدينا بطاقة صفراء، فعلا بطاقة صفراء تأتي في هذه الأثناء. ستكون الكرة الأخيرة على الأرجح، الكرة الأخيرة في المباراة على الأرجح. المتوكل اللاعب البديل الذي دخل قبل حين هو من يتلقى البطاقة الصفراء. هذه الإعادة مجددا. اللقطة الماضية اوكي في تدخل، ولكن البطاقة الصفراء هنا فعلا في تدخل واضح من اللاعب المتوكل. اذا الكره الاخيره في المباراه، مشاهدينا الكرام. طه بن غوزيل يثبت الجدار في المكان المناسب، جدار من 4 لاعبين يقودهم محمد حموني. اذا ستلعب الضربه الحره المباشره، وصاحب الاختصاص هو ديارا. كانت عنده كره في العارضه اللاعب ديارا، هو من سيعاود الكره مره اخرى، هو من سينفذ مرة أخرى. ديارا ينفذ، طه بن غوزيل. انتهت الأمور. الحكم سينهي 90 دقيقة في هذه الأثناء، وبالتالي سندخل الفصل الأخير من هذه المواجهة، وتتواصل الإثارة. إذا تتواصل الإثارة مشاهدينا الكرام هنا في ملعب قسنطينة بعد نهاية اللقاء. في سقف المرمى كانت مستحيلة على حارسي المرمى، نفذت بطريقة مميزة جدا من اللاعب محمد رضوان. سيمبارا الآن في الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب مالي. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته وللتسديد. سيمبارا وطه بن غوزيل، سيمبارا وطه. هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه.
دخلت يا طه. معليش 2-1 للمنتخب المالي. مشاهدي الكرام هذه الإعادة، شوف طه شويه وكان ممكن يصدها طه. معليش انا حاول فيها طه بن غوزيل. عموما مالي تتقدم مره اخرى بهدفين مقابل هدف واحد. اذا الركله الترجيحيه الثانيه للمنتخب المغربي. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في الشوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة. عبد الحميد يضيع. معلش عبد الحميد يضيع الركلة الترجيحية الثانية، وبالتالي تقدم مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى. هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاة القائم الأيسر، وبالتالي أول ركلة ترجيحية تضيع. عبد الحميد معلي إن شاء الله يرجعنا للتعادل. طه بن غوزيل. إذا يتقدم اللاعب كوني لتنفيذ الركلة الترجيحية. كوني يسعد لتنفيذ امام طه بن غوزيل. حكم يعطي اشاره التنفيذ. كوني يتقدم يسجل 3 مقابل 1 الان. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى كامل التركيز، كل دقة كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي؟ يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يسعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم يضيع. صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد. صعبة الامور الان على بختي وعلى المنتخب المغربي. المدافع هنا من نفذ ركلة الترجيح. بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذن ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن. إذن تجي الإشارة في يد ليلتنا. الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل. برافو، يصدها طه بن غوزيل ويخلي بصيص من الامل للمنتخب المغربي. خلي بصيص من الامل للمنتخب المغربي. اول تصدي بالنسبه لطه بن غوزيل مشاهدينا الكرام. اول عمليه تصدي واول ركله ضايعه للمنتخب المالي. هنا الاعاده. ممتاز طه بن غوزيل، ممتاز. هنا القرار باتجاه الجهه اليسرى. بالتالي تبقى النتيجه 3-1. إذن 3-1 في هذه اللحظات. تلعب الركلة الآن لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعد لتنفيذ الركلة في هذه الليلة. حموني يتقدم، حموني يسجل نعم. 3-2 في هذه اللحظات. 3-2. والآن الركلة الخامسة. هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية، الركلة الخامسة في هذه الليلة.
إذا مالي تسجل أمور انتهت، إذا تضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي مشاهدينا الكرام. تامن غوزيل الحكم يعطي إشارة تلعب هذه الركلة. تامن غوزيل برافو، تامن غوزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركلة الثانية أمام الديارة، يتصدى أمام الديارة، وبالتالي عودة الأمل مجددا للمنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. تامن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع على مستوى ركلات الترجيح. برافو تامن غوزيل، برافو تامن غوزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب التركيز في هذه الركلة مشاهدينا الكرام. يتقدم عبد الحميد أيت بودلال لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال ياخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الإشارة. أيت بودلال، أيت بودلال يسجل، أيت بودلال يسجل وتتعادل الأمور. هنا صار التعادل بين المنتخبين. شوف عودة قوية للمنتخب المغربي، عودة قوية. برافو شباب، برافو شباب. الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد مشاهدينا الكرام، عدنا من بعيد بعد ما تم تضييع ركلتي الجزاء، ولكن تامن غوزيل يتعملق، تامن غوزيل يتألق. تامن غوزيل مرة أخرى يعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هذه الركلة الترجيحية الآن السادسة للمنتخب المالي. إذا المالي يتقدم لتنفيذ والدومبيا. الركلة السادسة لدومبيا في هذه اللحظات. إذا دومبيا يستعد للتنفيذ. تامن غوزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الإشارة. دومبيا يتقدم، دومبيا يتقدم، دومبيا يسجل، دومبيا يسجل في هذه اللحظات. دومبيا يسجل في هذه اللحظات، والركلة الترجيحية السادسة للمنتخب المغربي في هذه الأثناء. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية والتسديدة من دومبيا. إذا من سيسدد من جانب المنتخب المغربي؟ ننتظر تنفيذ متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركلة الترجيحية. بل وكتيبة محمد أمين كتيبة يتقدم، كتيبة يتقدم، كتيبة يسجل، كتيبة يسجل في هذه اللحظات، والتعادل يتواصل مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبة، يا سعيد يا شيبة. المنتخب المغربي لازال يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى. الركلة الترجيحية اللي نفذها بشكل ممتاز محمد أمين كتيبة. إذا الآن المجال للماليين، والركلة لمنتخب مالي. يتقدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غوزيل، يلا يا بن غوزيل. هذه عندك بن غوزيل، هذه عندك. ويتقدم سانوغو الآن للتنفيذ. طه جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. يتقدم سانوغو. طه سانوغو ويسجل سانوغو. سجل سانوغو. هنا تحرك شوية قبل، خذا قرار بسرعة طه بن غوزيل في تنفيذ الركلة. الحموني حموني واضح التأثر على اللاعب، واضح التأثر على اللاعب الحموني. يعني مهما كان مصير ركلات الترجيح أنتم أبطال، أنتم أبطال حقيقة، لم يستسلموا، وبالتالي هنا الحوار لا زال متواصل. الركلة الترجيحية الآن المنتخب المغربي متوكل يستعد الآن لتنفيذ الركلة الترجيحية. هذه الاثناء مع كوني.
إذا المتوكل يتلقى الإشارة، يتقدم متوكل يسجل. برافو برافو المتوكل، وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة، الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. شيء يعني في هذه الفئة السنية لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم انتم أبطال، يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية اللي الآن صارت عند اللاعبين الفتيان وتكبر معهم إن شاء الله. إذا في ركلة ترجيحية الآن لفائدة منتخب مالي في هذه اللحظات. 5-5 بين الطرفين، 5-5 بين الطرفين. ستلعب الركلة الترجيحية في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المالي. الإشارة تأتي بالغوزيل. برافو بن غوزيل، يا سلام عليك، بطل يا ولدي، بطل يا ولدي، بن غوزيل يتألق. يا لا من عودة للمنتخب المغربي، بن غوزيل يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد، برافو، ثقتي فيك كبيرة يا بن غوزيل، لم تخيب ظننا يا بن غوزيل في التصدي ولا أروع. بن غوزيل على طريقة ياسين بونو يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي، فؤاد يا فؤاد، برافو للفتيان، برافو لأشبال الأطلس، برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الرأس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى. أكيد السود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بن غوزيل أجمل اللحظات. برافو لأشبال الأطلس، برافو سعيد شيبة. جابوها الأولاد، والله جابوها الأولاد وفرحونا، جابوها الأولاد ورفعوا رؤوسنا، جابوها الأولاد الأطلس. بل هكذا وما شبال الأطلس. المغرب لا زال حيا في هذه البطولة، والمغرب سيتألق ويواصل المشوار. افرح يا سعيد، هذه ليلتك يا سعيد. هكذا ردة فعل سعيد شيبة. سعيد يسعدنا، سعيد يفرحنا، سعيد يأهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال. مليون مبروك لأشبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة، هنا في الجزائر. لا صوت يعلو على صوت المغرب، ولا صوت هنا يعلو على صوت الأشبال. والراية خفاقة. فرحة كبيرة وهنيئة لكل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة. المشوار يتواصل والنهائي سيجمع المغرب مع السنغال. مرة أخرى مبروك، ألف مبروك. شكرا بهذه الصور، ودعكم على أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.